أنزلوه حافي القدمين وجروه مثلما يجر الخروف الروماني الصغير الذي شاركت كل الجزائر في القرعة من أجل الفوز به. تم اعتقال يوسف بليلي اللاعب الهوكاوي الجزائري من قبل شرطي فرنسي في مشهد دراماتيكي يجسد تربية الأم لابنها المشاغب المصاب بجنون العظمة الكرغولية. هناك من يقول أنه بعد أن تعرض لنوبة جنونية أنفية شيكورية أصر على أن يقود الطائرة بدل الربان فتم اعتقاله. وهناك من يقول أنه ضبط وهو يسرق شيئا ما من أحد ركاب الطائرة فأخرج عينيه وأصر على أنه ملك له. وثمة من يقول أنهم وجدوا في حاجياته زطلة اعتاد أن يتعاطاها، وآخرون قالوا أن الأقجع هو من تسبب في هذا الاعتقال. لكن الخبر الأقرب إلى الحقيقة هو أنه تم إطلاق سراحه بعد أن أراهم شهادة الحمق الجزائرية التي تثبت تخلفه العقلي. صحيح أن بليلي شخص متفاخر قبيح الخلق وقليل التربية وغير منضبط، إلا أنه من غير المعقول أن يعاملوا لاعبا محترفا مشهور بهكذا معاملة مذلة حتى ولو كانت تجمعه بهم قرابة دم. هذا البحر لا يوجد في مدينة سلا، بل سلا هي من توجد في البحر. قليل من مياه البحر وحشود هائلة من البشر الذين حجوا جميعا إلى الشاطئ بعد أن حولهم الحر إلى بطاطس مقلية. ما بين إنسان وإنسان آخر ستجد 10 أشخاص وباراسولين. إذا ابتعد عنك ولدك ب2 فقط فكن على يقين أنك لن تجده، سيضيع منك نهائيا وستفتش عنه بالريق الناشف ولن تعثر عليها. إذا تبول نصف أطفال هؤلاء الناس في البحر سيتحول لونه إلى لون ذهبي أصفر فاقع حمضي، ولن يتبقى سوى 2% من ماء البحر النقي. من السلوكيات التي داب بعض المغاربة على القيام بها في هكذا أجواء صيفية حارقة إحضار دلاحة كبيرة أو دجاج محمر أو طون أو رفيساء لتناولها على الشاطئ. لوهلة ستعتقد أنك في سوق أسبوعي شعبي، لا سيما بعد أن تشاهد عشرات الخيام والمظلات وبائع الإسفنج والقهوة والشاي يتجول بين المصطافين. كل هذه التصرفات العفوية الخالية من البريستيج ليست عيبا أو هرجاوية شريطة أن ينظف كل شخص مكانه، وألا يتبول خلسة في البحر أثناء السباحة، وألا يرمي علبة الطون والقشور واللب الأخضر الدلاحي في أعماق البحر أو على جنبات الشاطئ. المغرب يستعد للدخول في الحرب مع الدول النووية بسلاح فتاك هتاك متطور يعمل بالذخيرة الميتة، الرابوز. سلاح من عليه يحوز بالحروب والمعارك يفوز، إذ بمقدوره إطلاق هواء فرط نفخي يشعل النيران بقوة أنوف تنانين دينيريس لتبدو وكأنها لهب من قاع جحيم العالم السفلي. الرابوز F-16 المدفع الإرجاسي الكمثري لا يمتلكه الجيش الأمريكي الثري، هو سلاح بالغ التعقيد لا يستطيع فك خوارزمياته سوى أبناء المغرب المولعين بالشواء والكوتليت. من مزايا هذا المنفاخ الحوجلي أنه بمقدوره أن يطير دولة بكاملها من قارة إلى قارة. أحشاؤه تتسع لأزيد من 4 ملايين طن من الهواء المضغوط القاتل. إن تهافت الدول المتقدمة على صناعة القنابل والأسلحة النووية له غباء كبير في ظل وجود هذا السلاح الفعال الأشد خطورة. لطالما كان المغرب سباقا لصناعة معدات خارقة متطورة ضخمة بحجم العمالقة الأوائل، أكبر طنجية، أكبر طاجين، أكبر أومليط، أكبر طبق كسكس وهلم جرة من الأسلحة الحربية الرهيبة القادرة على إفراز الفساء والريح لإسقاط جيوش العالم قاطبة. ربحنا المعركة. اش من المعركة اللي المعركة ديال أنه تسجل القفطان المغربي كماركة مسجلة مغربية. الزليج
تطواني مسجل. بعد كل هذا التقدم في العتاد الثقيل، قد بات بإمكاننا القول بملء الفخر والاعتزاز أننا فعلا ربحنا المعركة.